مرحبا بكم أولا في حسابي الجديد بعد أن أوقفوا حسابي القديم. وهذا دليل على أنه الفيديوهات نتاعنا كانت تؤثر فعلا كما قلت لكم في العمق، في عمق العياشة وفي عمق المخابرات الإسرائيلية والتي فضحتهم. ولذلك سنستمر في البث في هذا الحساب الجديد. وكما قلت لكم نحو الحساب هذا عندنا حسابات احتياطية أخرى، غير ما تقلقوش رواحكم، والأرشيف تاع الفيديوهات القديمة موجود دائما وسوف ننشره أيضا. فقلت اليوم حبيت نتحدث لكم على سيناريو محبك، يمكن نسميه سيناريو متعلق بقضية أميرة بوراوي، يمكن نسميه سيناريو داك الجعبة. واللي ما يعرفش من النكت الجزائرية يقصوا له ويحكوا له واش معناتها داك الجعبة نهار اللي كانت اللبؤة تشتكي إلى الأسد السباب الكثير للذئب له وعدم تدخله، فهو نهرها وقال لها لن أجاري الذئب في ولن أجري وراءه في سبابه. فمرة خولت لها نفسها بأن تلحق بذلك الذئب وأدخلها إلى جعبة حتى حصرت تماما وبقيت مؤخرتها إلى الوراء فقط. ففعل الذئب فيها فعلته، وحين عادت إلى الأسد قال لها ألم أقل لك لا تذهبي إلى الجعبة؟ فأميرة بوراوي هكذا دارت لها المخابرات الجزائرية والتونسية، بعثوها إلى الجعبة وخيطوا الحكاية جيدا ما بين المخابرات الجزائرية والمخابرات التونسية، وخلوها تتسلل بتواطؤ مع السفير الفرنسي في الجزائر والسفير الفرنسي في تونس. وكانوا يحسبوا أنه الناس ما على بالهمش، ولأنه لو تذكرون أنه شوشان أذاع فيديو لتبون قال له رجاء ما تروحش، لأنه المخابرات الإسرائيلية وأيضا المتطرفين الفرنسيين موجودين في فرنسا من أجل اغتيالك. فمن أجل رفع الحرج وعدم الذهاب تم اختراع هذه الفكرة الجميلة، وفي نفس الوقت من أجل فضح الخبرجية فرنسا الموجودين هنا في الجزائر. الآن أميرة بوراوي ورقتها محروقة، وفرنسا عليها اللوم، والجزائر عليها أن تستمر في مسلسل لوم فرنسا وفي عتابها. لذلك أقول للعياشة الحمقى ولأمير دزاد الذين يتشفون بأن أميرة بوراوي حرقت الحدود وذهبت إلى بلاد مثلهم وأصبحت ورقة محروقة، هذه الورقة أحرقناها نحن وبالدليل القاطع. وكل الخبرجية من ستخول لهم نفسهم سنقوم معهم بنفس الشيء. وأما فرنسا فلن يأتيك تبون، فنامي هانئة يا مخابرات إسرائيل.